اولا انت بتصير تسوي دوري لا ليغا 3 استحضارات لازم تحضرها قبل لا تبدي. زين. هم بدأوا قبل يسوون هاي الاستحضارات الثلاثه. النقطه الاولى الجهه المستفيده هي انديه ال20. القانون 18 لا يخدم الانديه ال20 بدوري محترف ان تعمل بنظام الشركات حتى تعظم مواردها، والدليل جيب لي نادي واحد هسه بعد ما صار دوري لا ليغا خدم الدوري وعظم الموارد مالته. ولا نادي بالارقام انا واجه. ولا نادي. هاي النقطه الاولى بساط لازم تصير قبل لا تروح لا ليغا. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يجب ان تعدل بالنظام الاساسي حتى تعطي شرعيه كامله للجان اللي تتشكل باللا ليغا. زين. ما صارت. النقطه الثالثه يجب ان يدرس قضية اللاليغا وتعد نظام أساسي يتوالم ويتوافق مع القوانين العراقية والوضع العراقي، وهاي هم ما صارت، ولهذا التجربة أنا أعتبرها فاشلة. وديني هسه نادي واحد خليه يقول أنا استفاديت من دوري اللاليغا، واحدة اثنين ثلاثة مجرد اسم، والاسم نعم كخطوة ولا كاسم كذي، بس ما وصل إلى النتيجة المرجوة للأندية. وخلي يقعد نادي قدام يقول لا استفادينا من تجربة لا ليغا في العراق فاشلة. مو تجربة فاشلة، استفادت مو تجربة، لا عفوا مو تجربة، الاستحضارات تقول لي الأربع مليارات الاتحاد حتى هو هذا القرار قديم، حتى لو باقي دوري ممتاز، حتى لو باقي دوري ممتاز وتوافق لك مجلس قديم اخي العزيز استاذ وليد. كانت مليارين، كانت مليارين ما مفعله. اعرف مقترحات الى مجلس الوزراء كان صحيح. ومجلس الوزراء راح بناقش بس اسالك بالله، بس اسالك بالله لو باقي دوري ممتاز والاتحاد كاتب والاثنين يصير 4 يقول لا بتصير. هاي نقطه. النقطه الثانيه ترى 20% لا مو بس الى 30% من الانديه تاخذ ال 4 مليارات، ترى اغلب الانديه ما ماخذتها لحد الان. لا ماخذين كل الانديه. ما كلها. هاي قوى جوا ما ماخذ. لا ماخذين اكثر من الاربعه. ما الاربعه. انا اقول لا مو صحيح ما ماخذ. اقول ما ماخذين. مو بس الدوري، مو بس اللي يلعبون بدوري نجوم العراق هم ما اخذوا 4. ايضا شوف هنا المفروض يصير بها وراها متابعه، لانه الثلاثه ايضا انطوها لمن؟ انطوها لجماعه الدرجه الاولى اللي هم سميناهم الدوري الممتاز. زين. المفروض وين يروح عن طريق المحافظات، عن طريق تعظيم الموارد، وايضا ممكن ان تاخذ بها فلوس وكل واحد ياخذ 3، والاتحادات الفرعيه ايضا انطوها فلوس. بس المشكله وين؟ المشكله في عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من بعض الجهات التنفيذيه الاخرى اللي هي مجالس المحافظات والمحافظين. واحنا دائما نقع في استاذ شاكر بس انت اليوم من تقدم مقترح مجلس وزراء، مجلس الوزراء يطور اللعبه ودعم، واكثر مجلس وزراء اجى دعم لكره القدم بصوره خاصه، وهذا المجلس صحيح ولا لا؟ صح. انت بتقدم لنا كانت تتقدم المقترحات ادعموا الانديه وتدريجيا اوصل لمرحله الاحترافيه بالدوري، صح لو اني غلطان؟ النقطه الثانيه ترى معلومه وسجلها علي وانا مسؤول، ترى اكثر الانديه ما استلمت الاربعه وغيرت لسبب بسيط جدا. قسم من الانديه المؤسسات فصار تقاطع ما بين ال4 مليارات وما بين الاستقطاعات، فخيروهم بوحده وبقوا على الاستقطاعات، والقسم الاخر ما مدروجه ضمن الميزانيه للمؤسسه اللي ترعى النادي، فلهذا ما صرفوا له، واحد منهم الجوي لحد الان ما استلم. انا متاكد من كذا. لا الاستقطاعات تختلف، لان الاستقطاع قيمه الاستقطاع اللي ياخذوها مثلا ما تاثر المفروض. لا العفو، قيمه الاستقطاع اللي ياخذها الجويه والشرطه هي اكثر من قيمه ال4 مليار اللي ممكن ان تاتي للانديه الاخرى. هسه ما ادري اني بس وصلك الجوي اقل من 4. ما احنا بالشرطه صح، الجوي اقل ياخذوا. هسه ما اعرف انا بس مو هذا قصدي، الاستقطاعات هذه التبرعات تعتبر ما لها دخل، بس قصدي ما حلوا الاشكاليه. اثنين ما مذكوره بالميزانيه مال الوزارات، فمنين تعطي الوزاره؟ انا ما مذكور الوزارات موجوده بالميزانيه من زمان. انتم من صارت المليارين؟ نهائيا بس دخلت بالميزانيه نهائيا. شركات ربحيه تختلف ولا مدخليه بالميزانيه. اي شركات تمويلات احنا حاولنا بوقت حجي هذا العامري بوقتها، وهو كتب بوقتها الماليه واصر عليهم انه تدخل من ضمن يعني الاستحقاقات الموجوده للوزاره عن طريق يعني الزوراء يكون بها، بس ما قبل المؤسسه المربحيه من تصرف ما تقدر. بس احنا المهم هذا خلينا نرجع لموضوعنا، واريد اسال سؤال.